آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نبارك لكم هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، جعلنا الله من صوامه وقوامه والخارجين منه بالمغفرة والعتق من النار. الكلام حول معرفة أهل البيت عليهم السلام كلام طويل جدا، ولكن بما أن المحفل معقود لشخصية الإمام المجتبى عليه السلام، فنسأل من الله أن نوفق أن نلم ولو قليل بهذه الشخصية. وقد تكفل المقدم بتمرير النقطة الأولى في حديث هذه الجلسة، وهو البطاقة الشخصية للإمام المجتبى عليه السلام، ولكن مع ذلك سأضيف بعض الإضافات في هذه البطاقة. ذكر أن نسب الإمام الحسن عليه السلام من جهة الأب هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن جهة الأم فهي فاطمة ابنة محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ويكفينا في الفضل والشرف أن يكون نسب الإمام الحسن هو هذا، فالفضل منهم وعنهم يؤخذ. أما بالنسبة لمولده الشريف فهنالك سنن متعارفة الآن عندما في المولود، عندما يولد هذه السنن أول ما حصلت مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، منها الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، ومنها حلق الرأس في اليوم السابع والتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمساكين، ومنها العقيقة التي تعق على المولود في يومه السابع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عق عن الإمام الحسن في يومه السابع بكبش، وأعطى القابلة هي التي ولدت المولدة، أعطاها فخذ الشاة. من هنا أصبحت سنة تتبع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منذ ولادة الإمام المجتبى. قلبي بكم يا آل طه مرم، وبحبكم أنا دائب ومتيم، فإذا وقفت بمدحكم ما ترنم، صلى الجميع على النبي وسلموا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يا بيت رسول الله حبكم، يا بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا
الناصر فاتنا في القلب نبضات رايك مهمنا مدام مدحنا ينشر عقيدتنا بالفخر رايات غيران موت الشجر ووحي قرآن باسمك يا الحسن هيمان وكالي سنان ووحي قرآن صوت باسمك يا الحسن محمد عيد اليوم مر بيا وجف الجيد حنيت جنت مشتاق لو ملهوف شبكت في صدري ضميته خدت ورحت في فرحان درب الكربل مشيته وعلى الأخضر خذت بيدي وبحزامين شديته كتبت عليه ابو فاضل بدمع الفرح خطيته كل همي اريد اوصل لابو الاكبر وطبيته واقل بشاره جايب لك وقبل الناس هنيته صدق والله كبير هاي بدار كان لقيته وشفت الباب من بعيد ركضت الباب